أهلا بكم مستمعينا من جديد. ما زلنا نتواصل معكم على الهواء لفترتنا النهارده. هي قراءة للتاريخ. طبعا من لا يقرأ التاريخ لا يستطيع أن يتعرف على حضارة أو يتطلع كمان لمستقبله زي نقرأ التاريخ وأهمية قراءتنا كمان لتاريخنا القديم. ده هنحاول نتعرف عليه من خلال الفقرة التالية، والحديث عن التقارب الطبقي بين الملوك والموظفين في مصر القديمة، كمان الثورات في مصر القديمة من خلال ضيفنا الآن على الهواء دكتور إسلام زغلول، الباحث الأثري ومؤسس حملة نحكي تاريخنا برعاية دكتور محمود الحوالجي، مساعد وزير الآثار ومدير المتاحف الإقليمية. دكتور إسلام، بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم وبالسادة المستمعين وكل العاملين على أسرة البرنامج الكريم. يعني بداية دكتور إسلام سريعا بنعرف السادة المستمعين بمؤسسة أو حملة نحكي تاريخنا، الهدف منها. والله هي حملة بنحكي تاريخنا هي بتقام على رأس مجموعة من الشباب الأثريين الجمال جدا بقيادة أنا إسلام زغلول وبرعاية الدكتور محمود الحلواجي مدير المتاحف الإقليمية ومساعد وزير الآثار، وبنشكره على جهده الكبير له، وبمساندة الكاتب أحمد إبراهيم الدسوقي أيضا. الحملة نشاطها حضرتك إزاي بنخلي المواطن العادي اللي محروم من الحس والوعي الأثري والتاريخي بنديله فرصة وبنمنحه فرصة ان هو يعرف تاريخ بلده، وبنعرفه ان هو بينتمي للحضارة حكمت العالم بالحق والعدل ميعاد، وتنتمي لحضارة عظيمة مدتها 5000 سنة. بقول له اوعى تبخل ابدا ابدا ان انت تتفاخر بنفسك وسط الشعوب اللي انت بتنتمي لحضارة عظيمة، الحضارة المصرية القديمة او الحضارة الفرعونية. من خلال الحملة دي يا استاذة اميرة احنا بننزل اماكن مختلفة شوية بعكس جميع الحملات. بننزل بنركز طبعا على الجامعات والمدارس وقصور الثقافة، دي شيء اكيد بنركز عليه، لكن الاهم اللي احنا بنركز عليه واللي انا بركز عليه يا استاذة اميرة اللي احنا بنركز على دور الايتام والملاجئ. يعني عشان لو بصيت للملاجئ والدور الايتام محدش بيبص لها كتير، الاطفال اللي فيها محرومين من الوعي الفكري والاثري الى حد ما، فاحنا بننزل بندورنا وبنوعيهم، بنجيب فيه محاضره اسبوعيه لكل ملجأ او لكل دار ايتام. ايضا دار المسنين ما فيش اي شك ان في يوم من الايام ممكن نعمل اثر عظيم جدا جدا من دور الايتام ديت او من احد الملاجئ. نعم. يمكن حضرتك دكتور إسلام اخترت موضوع مهم غاية في الأهمية من التاريخ لكي يعني نقرأه ونحكي عنه للسادة المستمعين، التقارب الطبقي بين الملوك والموظفين في مصر القديمة. الحقيقة ان الموضوع ده انا حبيت ان انا اسيره للسادة المستمعين الكرام عشان نعرف ان الملوك مصر القديمة كان ازاي هم متفاهمين مع شعبهم، ازاي هم وصلوا لدرجة تقارب عالية جدا جدا يسودها الاحترام والحب والمودة، مقابلة طبعا مع سوء الاحوال والتردي او بعض الخلل شوية في فشل التقارب السلطي وافراد الشعب حاليا. يعني يعني نقدر نقول بمفهوم الحديث اللي هو في عدالة اجتماعية او عدالة في توزيع ادوار في المجتمع القديم او مصر القديمة. بالتالي حضرتك اثرتي نقطة مهمة جدا انها حضرتك العدالة بين افراد الشعب، وعايز الفت نظر حضرتك لحاجة مهمة ان مش اللي كان افراد الشعب بس. مصر زمان كده يا استاذة اميرة كانت زي امريكا دلوقتي، كانت بتحكم العالم كله بالحق والعدل ميعاد، لذلك خصص المصري القديم اله او رب او رمز للعبادة اسمه ميعاد. ميعاد مسؤول عن توزيع العدالة بين افراد الناس اجمعين داخل مصر وخارج مصر، لان مصر كان بتعمل امبراطوريات، يعني تحتل دول وتفتح دول، كانت لازم الدول اللي تحتلها لازم يسودها العداله الاجتماعيه عشان تكسب حب وود هذه الدول. فبنجد ان الملوك تقاربوا وتوددوا للموظفين وكبار الموظفين وعامه الشعب بعده طرق.
طبعا نجدها تنحصر في إنشاء مقابرهم الضخمة للموظفين ونقوشها الروعة. وأيضا سمحوا لكبار الموظفين والموظفين العاملين على بناء مقابرهم إنهم يبنوا المقابر لهم بجانب مقابرهم الملكية، وده في حد ذاته شرف عظيم، لأن المصري القديم اعتبر الملك في اعتقاده هو ابن الإله. فأنا لما اندفن جنب مقبرة ابن الإله بالتالي هيزيدني شفاعة وهيزيدني الصعود إلى السماء، أي الصعود إلى الجنة. سمحوا لهم بعمل مقابر جميلة في غاية الروعة، وبها نقوش وبها زخارف جميلة بتعرفنا ازاي ان الموظف وصل لدرجة رفيعة جدا جدا في زمن الملوك، خاصة في عصر الأسرة الخمس. أيضا سمح الملوك لكبار الموظفين والموظفين والعمال أيضا ان هم يحطوا تمثال ليهم بنفس حجمهم في المقبرة. طب ليه بنفس حجمهم؟ ليه مش صغير شوية؟ لأن التمثال اللي بيصنع للشخص نفس حجمه يبقى شخص عظيم. وفائدة التمثال كما تعلم يا أستاذة أميرة إن اعتقد المصري القديم لو تآكل الجسد الروح مش هتتعرف عليه وهتلبس فيه مرة أخرى وتقوم للحياة الأخرى مرة أخرى. فأعتقد إن لو الجسد تآكل هيبقى فيه التمثال اللي شبه المتوفي بالظبط، فالروح تقوم على لبس هذا التمثال وتصعد إلى السماء مرة أخرى، أي تصعد إلى الجنة وتعيش وتحيا أبدا. أيضا عملوا على السماح للموظفين بدخول مقابرهم تماثيل الخدم اللي عددها 365 يوم. هنا نرجع في سؤال، طب ليه 365 خدم؟ أي بكل يوم في أيام السنة خدم واحد لكي لا يمل الملك. طبعا هنا الملك سمح لهم بالخدم عشان يبقوا زيه بالظبط. ايضا بقى الصعد بالاحجار الكريمه، وايضا سمح لهم لما عند وفاتهم وقدوم اهلهم بقيام الشعائر والدعاء للمتوفي والتقرب للاله. دكتور إسلام، يمكن مدى أهمية يكون في تقارب طبقي بين الملوك والموظفين أو عامة الشعب زي ما بنقول في مصر القديمة، وتأثير ده إيه على تقدم وتطور الحضارة القديمة وتطور المصري القديم؟ هي مدلولها انقسم إلى قسمين، قسم وطني وقسم ديني. القسم الوطني أنا لما أحب الراعي بتاعي أو شعبي، الشعب هيحبني، هيحب وطنيته، هيعمل بجد، هيعمل على اجتهاد، هيعمل على بناء الحضارة، هيبني بجد بناء المعابد، هيسطر تاريخه. الجانب الديني ان هو اعتبر الملك ابن الاله. فابن الاله لما انت الاله انت الراعي وراعي شعبك، والمفروض ان انت ترعى شعبك من جميع احتياجاته. فانا بالتالي لما ارعى شعبي هبقى اذا الرب يرعى شعبه، وهيبقى في علاقة دينية بذلك، والشعب يحب الرب ويحب الدين في ذلك، مما يؤدي الى شهوق الحضارة وارتفاع الحضارة المصرية القديمة بالبناء والعمل والجد. عشان أنا لما أحب رئيسي مثلا في الشغل هجتهد، غير اللي أنا مش هحبه هروح وأنا وشي مكشر ومش عايز أشتغل وإمتى اليوم يخلص. لا، لكن المصري القديم كان بيحب الملك جدا، لأنه الملك كان اعتبر نفسه واصي عليه زي ابنه زي أخوه الكبير. لذلك في عمال بناة الأهرام كانوا بيتسارعون على إرضاء الملك وإرضاء فرعون عشان يبنوا له هرم. اعتقد بذلك ان هو بيرضوا الرب وبيرضوا ابن الاله، تمنيا في شفاعته عند الاله رع عند حياتهم في الاخر. ايضا دكتور اسلام، اذا لماذا كان هناك ثورات في مصر القديمه؟ يعني من كلام حضرتك ومن سرد التاريخ ان المصري القديم دائما ما يقدر الملك ويجعله في منزله الاله، وكمان كان في الى حد ما تقارب طبقي وعداله اجتماعيه في هذه الحقبه من التاريخ. ما هو عشان انا حضرتك انا الاله او انا الملك، اكيد هيبقى ليا احترامي زي ما انا بديلك عداله اجتماعيه، وزي ما انا برعاك لازم انت كمان تدي لي احترامي وتقديري. زي الوالد في البيت او الاب في البيت لك احترامك، ولكن انت لازم تصاحب ابنك تصاحب بنتك، تتقرب منهم، تشوف ثغراتهم ايه، تشوف مشاكلهم ايه. ده ما يمنعش ابدا ابدا ان هو يحترموا ويقدروه ويقدسوه في حد ذاته. لان الملك لو
ما تقدسش او ما احترمش، طبعا مش هيبقى فيه احترام لا للدولة ولا للدين ولا للإله، وهتبقى الشعب المصري ساقط الهوية. والحمد لله ان ملوك مصر القديمة قدروا يحققوا المعادلة الصعبة جدا جدا اللي جميع بعض رؤساء الملوك حاليا بيفشلوا فيها البعض، يعني ان هم يحققوا القوة واللين مع بعض. يعني الملك زمان كان قوي، ما كانش متغطرس كما يدعي هيرودوت عن الملك خوفو، لا ده كان ملك رحيم، ووفر للحوم ووفر المساكن لبناة الأهرام، ومع ذلك كان قوي. إذا لماذا كان هناك ثورات في مصر القديمة؟ ده سؤال لحضرتك. والله حضرتك الثورات شيء مهم جدا، بس احب يعني الفت نظر حضرتك ايضا في الموضوع التقارب الطبقي اللي هو الجميل اللي دايما حضرتك بحرص على اثارته، ان كمان الملوك ربوا ابناء الموظفين في القصر الملكي لضمان حبهم وحب ولائهم للقصر والوطن والدين ولا اخره يعني. ايضا كمان كانت الملوك في الاعياد والمناسبات يا استاذه اميره كانت بترسل التهاني بنفسها، بحط ايدها الى الموظفين وكبار الموظفين والوزراء، بتحمل كل معاني الحب والاحترام ليهم، احتفالا بالاعياد الدينيه والوطنيه. من التقارب ايضا عمل الملوك على تزويج الاقزام من بعض اميرات القصر، فنجد هنا مثال طبعا القزم السنب اللي هو في المتحف المصري ينتمي الى الاسره الخامسه، متزوج في اميره في غايه الجمال. هو قزم صغير كده استاذ اميره، متجوز اميره من اميرات القصر الملكي في قمه الجمال. هو بالمناسبه اللي زوجهم الملك شيبس كاف، احد ملوك الاسره الخامسه. شيبس كاف زوجهم ليحث ويوصل رساله لاحفاده فيما بعد ان ما كانش في مصر القديمه طبقيه، وما كانش فيها بين غني وفقير ومعيوب وكامل الى واخره. فنجد قصة أختم بها الجزء الأول من لقائنا، اللي هو قصة العامل دب حن. دب حن هو كان في عهد الملك منقورع صراحة، صاحب الهرم الأزهر. الملك منقورع لما بنى مجموعته الهرمية كان بيتفقدها، ماشي في الموكب بتاعه. ففي يوم العامل دب حن ده كان بيحمل الأحجار، شاف موكب الملك جاي، راح اعترض الملك، قال له كف، اقف عندك لو سمحت، انزل كلمني من الموقف. فدي كانت حاجة غريبة جدا عكس ما تربوا عليه ابائه خوفو وخفرع اباء منقورع، عشان منقورع كان يشتهر بسماحته وطيبته واتبع سياسة التقارب الطبقي غير سياسة الحكم المطلق اللي كان متبع قبل ذلك. قال له طلبات عشرة للتاريخ، ويعني بتحب تسرد التاريخ بتفاصيله، لكن يعني لضيق الوقت وفترتنا يعني انا بستأذن حضرتك ان احنا ننتقل الى نقطة اخرى، وهي ثورات مصر القديمة، ولماذا كان هناك في ثورات في مصر في الفترة دي من تاريخ مصر، وكان رد فعل الملوك وكبار المجتمع في هذه الفترة كمان. لا، هو بالنسبة للثورات الاجتماعية كان يعني الثورة الأولى في عهد الملك بيبي الثاني. الملك بيبي الثاني يعني حكم 90 سنة، تولى الحكم وهو عنده 6 سنوات، وتقريبا مات وعنده 96 سنة، يعني فترة كبيرة جدا جدا. فطبعا فترة الحكم الكتيرة والهرم وتقدم السن، بالتالي كانت ضعفت بعض ما شخصيته، وبدأت الفساد في بعض البلاد ينتشر إلى ما على حد وصف الحكيم إيبور، الحكيم العجوز، ومعناه هو إيبور يعني العظيم. ساءت أحوال البلاد جدا كما قال إيبور في برديته طبعا، ان الفساد انتشر، وبدأت الثورات تتفشى بداية من العاصمة منف إلى بواقي العواصم، وكان عددها 42 إقليم. حب طبعا راجل إبر هو الحكيم ان يوصل للملك صوته ويقول له الفساد حل، والعسل بقى مر، في لفظ جميل البلاغة. فما طبعا ما عرفش في الاول، عشان كبار الموظفين يعني احبوا يمنعوه، احبوا طبعا يسيبوا الفساد عشان للمصالح الخاصة.
مع ذلك لما الثورة خلاص قامت قال لا أنا لازم أتسلل إلى القصر طبعا، وحكى للملك بيبي الثاني، قال له الأوضاع ساءت يا سيادة الملك ولازم تشوف حل. فطبعا الملك استجاب له، وده يدل أيضا على تقارب طبقي في بين الملوك وعامة الشعب. استجاب له وبدأ يشوف ايه الثغرات بالظبط، ولكن بعد فوات الأوان يا أستاذة أميرة كانت الثورات تفشت وكان الخراب بدأ يحل. ولكن الحمد لله الخراب ما انتشرش إلى الدرجة إنها في الخراب الكامل يعني. لدرجة إن الحكيم إبور استغرب جدا من قبول دعوته من الملك بيبي الثاني، فقال ولم نفسه الحكيم إبور قال يا ليتني قد بلغت الملك، يا ريتني بلغت الملك، لو اعرف ان الملك هيستجيب لي كده كنت انا بلغته قبل الثوره وقبل الفساد ما ينتشر وكده. لكن خليني اقول حاجه يا استاذه اميره، ان الثوره بسلبياتها بايجابياتها بعد ما انتهت المصري القديم بقى الجميل عمل على ايه؟ بعد الخراب زرع الحدائق وزرع المنتزهات وبدأ يشق القنوات والترع ويشيد ويبني المعابد وينظف ويحث الناس على النظافة. أيضا خلقت هذه الثورة نوع جديد من الوعي القومي والديني لدى المفكرين وعامة الشعب الذين يعني عز عليهم حال البلاد وحالة التردي الاقتصادي والمادي والسياسي اللي كانت فيه البلاد. طبعا المفكرين صحوا لنفسهم وقالوا احنا لازم نحس ان المواطنين على الوعي، ولازم نحسهم على الوعي الوطني وازاي نحمي وطننا وازاي ننظفه بعد الثورات والخراب. حتى مقولة إبور الشهيرة قلت يا ليتني قد بلغت الملك في أثناء الوعي القومي لدى المفكرين، هو بينصح الناس ان هم ما يكتموش ابدا اي فساد ويوصلوه للملوك. ايضا الغت طبقة الحسب والنسب بالمعنى كده البلد يا استاذة اميرة اللي هي الواسطة، الغت طبقة الواسطة ونشأت طبقة جديدة تعتمد على العرق المبذول والجهد المبذول في سبيل الوصول الى القمة والى المراد. في الفترة دي دكتور إسلام يعني الملك كان بيحكم لمدة كم سنة عشان اثاروا عليه الشعب؟ جميل. طيب هرد على سؤال حضرتك، ولكن خليني اختم لك بنقطة مهمة جدا اللي هي أيضا عمل الملوك على العدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب، واشترط على الملك أن يكون ملكا قويا يستطيع أن يحول نار الشعب وحرقته إلى بردا وسلام. طيب حضرتك أثرتي نقطة مهمة جدا إن هو طبعا خاصة بموضوعنا، حييك عليها وعلى رباقتك في الحديث يا أستاذة أميرة، إن فترة الملك قد إيه؟ طبعا فترة الملك هو ابن الإله، طول ما أنت قوي احكم. طب إزاي نحكم المعايير ديت؟ المعايير دي بتنحكم بعيد اسمه عيد الحب سد. عيد الحب سد ده أو العيد الثلاثيني، كل 30 سنة يقام هذا العيد والاحتفال. يجيبوا الملك يحطوه في حلبة مع طور قوي، بعد ما يصارع الطور القوي ده إذا تغلب على الطور القوي إذا أثبت أحقية اعتلاءه على العرش وأنه ملك قوي ويحق له اعتلاء العرش وتجديد فترة زمنية أخرى مدتها 30 سنة. لكن لا قدر يعني الله المصري القديم كان صبور لهذا الحد بياخد 30 سنة ويجدد كمان بعد 30 سنة؟ ده في حال احنا 4 سنين ده في حالة بقى طبعا. يعني احنا جددت مع نفسها لمدة 30 سنة، ولكن 30 سنة يا صبر المصري القديم يعني. ما هو ليه يا استاذة أميرة؟ ليه انت حضرتك برضو يعني نقطة مهمة جدا قلتيها، ليه؟ عشان كان الملك يتميز ويتمتع بعدالة اجتماعية شاهقة. يعني ما كانش، اوعى تتصوري ابدا ان الملك المصري القديم او فرعون كان متغطرس او كان ظالم او لا بالعكس جدا، كان هو بيوفر احنا صرنا على الرئيس المخلوع يعني بعد 30 سنة من ثورة يناير، وان الشعب المصري صبر على يعني الفساد اللي استمر نقول او لمدة 30 سنة. ده يمكن صدفة من التاريخ من قراءة حضرتك للتاريخ. هو ما فيش شك ان الرئيس السابق يعني 30 سنة طبعا التاريخ بيتقال بسلبياته
وإيجابياته. انقسم طبعا الفساد على الشعب والحكومة. وطبعا ولكن خلينا نرجع في الصيغة التاريخية بتاعتنا. أيضا الملك بيبي السن كان بيفكرني يعني بموقف ظريف كده. دكتور اسلام، اسمح لي حضرتك، احنا سريعا في نقاط رئيسيه كده وسريعه هنجمل ما تحدثنا عنه، واحنا خلاص فترتنا قربت على الانتهاء. ويعني هنحاول نستفاد من التاريخ اللي حضرتك سردته لفترتنا الحاليه، وازاي نستفاد من التاريخ زي ما بعد، زي ما حضرتك اكدت ان ثوره الاجتماعية او الثوره الاجتماعيه اللي صار فيها الشعب على الملوك، بعدها كان في عمار وتعمير للدوله. ده اللي بنحاول ناكد عليه، ان احنا الشعب المصري قام بثورتين، ثوره 25 يناير، ثوره يونيو. ما بعد الثورات المفروض يبقى فيه اعمار وتعمير، ويبقى فيه تنميه للمجتمع. دي دايما حضرتك اللي انا بحث عليها في جميع لقاءاتي الاذاعيه والتلفزيونيه، ان احنا بعد الثوره احنا عملنا ثوره عظيمه جدا جدا، العالم كله بيضحك عليها وتدرس حاليا في جميع جامعات العالم، ولسبب ان خلاص المصري الحديث مش القديم بقى عمل ثورته، فواجب عليه ان هو يزرع الحدائق وينظف مكانه ويبني ويشيد ويعمل، لان من غير العمل مش هنقدر نتحرك الى الامام. واكيد انت مأيداني في النقطه دي يا استاذه اميره، العمل اساسي. يعني كده اخد كمان من كلام حضرتك وبنأكد عليه ان المصري كمان لما بيرى كان اي فساد كان او حوالين الملك، حاشيه الملك زي ما بنقول، كانوا بيروا اي فساد كانوا بيوصلوه للملك وبيحاولوا يتناقشوا معاه ويتحاوروا معاه ل يعني القضاء على الفساد. فده شيء مهم ان احنا نوصل ده للمسؤولين في كل مكان، للرئيس ذاته، ان يبقى فيه اي تقصير او فساد لازم نتكلم عنه، ونحاول كمان ودورنا كمواطنين ان احنا نقضي على هذا الفساد. طبعا الهدف الرئيسي هو تنمية المجتمع. طبعا زي ما حسنا طبعا الحكيم إبر قال يا ليتني قد بلغت الملك، يعني اوعى تبخل ابدا بمعلومه او تفيد الامن الوطني وامن البلاد وكي ترضي بها الرب، ولازم توصلها لاكبر مسؤولين، وما تخافش اي فساد تشوفه قدام عينك لازم تبلغ. فدي الدروس المستفاده جدا من حضرتك، وهذا اللي انا دايما بحس عليها من خلال البرنامج الجميل ورباقتك واذاعتك في الكلام يا استاذه اميره، ان نقطتين مهمين جدا. انا بشكر حضرتك جدا على هذا السرد التاريخي والمعلومات الجميله اللي حضرتك لازم بتسالنا من تاريخ مصر القديمه. يعني الاختتام تعليق حضرتك حاجه او اي حاجه حضرتك تضيفها؟ لا حضرتك طبعا هم النقطتين اللي انا لازم اضيفهم، طبعا اللي احنا لازم نعمر بعد الثورات، لازم نزرع، لازم نعمل، لازم نجتهد. وبنبه على موضوع هو خارج الحلقة شوية، خلسة الآثار وسرقة الآثار. بقول له انت دايما بحس عليها في كل لقاء، طبعا اقول له انت لا يمكن ابدا في يوم تستغنى عن عرضك او شرفك، فما تستغناش عن الآثار، لان الآثار دي بتمثل عرضك وشرفك. دكتور اسلام زغلول، الباحث الاثري ومؤسس حمله نحكي تاريخنا، انا بشكر حضرتك جدا على هذا الحوار، وان شاء الله نلتقي في لقاءات لاحقه ان شاء الله. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك يا فندم والساده المستمعين.